السلام عليكم أبنائي وبناتي إخواتي وأخواتي، تعالوا معايا نتابع الفيديو يا جماعة. رسل الكريسماس وراس السنة. طبعا نبدأ بالمنيو زي ما انتم شايفين كده، واحدة واحدة. دقق في المنيو كويس جدا 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 وشوف المنيو ماشي ازاي. معمول الابيتايزر، الكورنر معمول. طبعا كاتبه لكم واحدة واحدة يا جماعة، والستارتر والكلام ده كله، كل حاجة مكتوبة عندكم يا جماعة في المنيو. حطها لكم واحدة واحدة، انتوا بصوا عليها تعرفوا تغير بدل تاخد بالك فيها. بس في اساسيات لازم تكون موجوده في المنيو. تعالوا معانا يا جماعه، احنا بنتابع الفيديو واحده واحده مع بعض. سيف الشراب طبعا، الشراب بتحط برضو، الشراب ممكن تلعب فيها وتحط اللي انت عايزه، بس انا بديك اللي هي الداتا اللي هي بتبدأ تتحرك منها. ده احد منيوهات من المنيو اللي هو الكريسماس. طبعا احنا زي ما انتم شايفين كده، من المنديش موجود ده، برضو موجود، والكارفنج والرز وكل حاجة هتلاقيها موجودة في المنيو بتاع الكريسماس. زي ما موجود كده قدامك كده، يعني عاملينه يعني حرفيا انك انت تتعامل معاه وتكون مرتاح. مفيش حاجة ناقصة في المنيو ده، وان شاء الله حاجة يعني هتعجبكم جدا جدا، ويطلع بوفيه في منتهى الجمال. طبعا احنا المنيو كده طبعا شفناه بالكامل كده، وهنخش بعد كده نشوف الجينجر جينجر هاوس. طبعا ده طبق، احلى اطباق ممكن تقدمها للست منيو. وعندنا الشجرة ده بتاعت الكريسماس. طبعا احنا هنا هنخش طبعا على البوفيه واحدة واحدة كده، هنشوف هنعمل ايه في البوفيه، وهنعمل ايه مع بعضينا، وهنشوف الجينجر بريد. ادي يا جماعة جينجر هاوس بريد. طبعا ده حاجة جميلة جدا جدا، ممكن تعمل حاجات تشتغل معاك زي لايف. ممكن تجيب عصافير وتجيب كتاكيت تحطها في اليوم ده، مع اللي هو سنابل القمح والحاجات التانية، وتحطها على البوفيه. والسيت اب ده يا جماعة أهم حاجة في البوفيه، السيت اب بتاعه. لو السيت اب بتاع البوفيه مش مظبوط، البوفيه بيبقى يعني قافل كده. السيت اب بتاع البوفيه ده مهم جدا جدا يا جماعة، إن احنا نهتم بالسيت اب ده جامد جدا جدا جدا، لأن هو اللي بيبرز الشكل الجمالي في البوفيهات عندنا، لأن احنا لازم نهتم بيه جامد جامد جامد. يا جماعة زي ما انتم شايفين ادي الغزلان والكلام ده كله، الحاجات طبعا ممكن تعمل منها بالفوم، وتعمل منها بالرسومات. وممكن تجيب بقى حاجات بقى زي ما قلنا ايه، يعني تجيب عصافير كده، حاجات لايف بقى، تجيب كتاكيت تحطها، تجيب اللي هو السنابل بتاعة القمح تحطها على فيه. يعني تجيب حاجات وتخلي بالك بالهيجين بتاعك، ان حاجة تبقى على اعلى مستوى من النظافة، لانك انت بتجيب حاجة لازم تخليها نظيفة جدا جدا على البوفيه. وطبعا النظافة لازم تكون حلوة جدا، والناس لازم تكون لابسة القفازات الكمامات، وتشتغل بقدر الإمكان على قد ما تقدر. لو قدرت تشغل البوفيه بالكامل باي بيرسون تبقى أنت مالكش حل. والألوان يا جماعة، الكلر ده مهم جدا جدا. الألوان بتاعت الحاجة في توزيعها، في الرص، في الفاكهة، في الكلام ده كله مهم جدا. ازاي تنسق ألوان على البوفيه، لأن الألوان ديت مهمة جدا جدا في التنسيق، بحيث إن الزبون العين زي ما بنقول كده بالمثل البلدي بتاكل قبل البق. وشيء مهم جدا، الزبون عينه هتقع عليه أول حاجة، ما يقعش على حاجة فيها يعني باد، حاجة يعني وحشة، حاجة فيها مشكلة شكلها مش كويس، حاجة مفيش جرنش كويس. البرزنتيشن بصفة عامة، لازم البرزنتيشن هو بيبرز الشكل بتاعك. أي حد ممكن يعمل الشغل، بس ازاي يقدمه هو تو ميك، يعني ازاي تقدم الحاجة بعد تصنيعها. اللمسة اللي هي الجمالية اللي بتتحط في طبق الأكل أو في السفنديش، والتست. ودايما يا جماعة التست ده مهم جدا 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 في أي شغل على مستوى العالم. أنت بتبيع جودة، وده مهم جدا جدا. وعلى قد ما تقدر لو قدرت تعمل البوفيه 100% باي بيرسون، تبقى نجاح ليك جدا جدا. ما تقولش إنه تعب، قول إنك أنت بتحمي نفسك والزبون من
الجراثيم الميكروبات اللي هي ممكن تتنقل بالعدوى، والزبون ياخد القطعة بتاعته على قد ما هو عايز من على البوفيه أو من أي مكان بالتونج بتاعه. يعني بيبقى حاجة ممتازة جدا. ولاحظ إن البنزات في الفترة اللي احنا فيها ديت لازم تتغير. احنا المفروض نغير كل 10 دقايق. لو قدرنا نغيرها كل 5 دقايق مش مشكلة نغيرها، بس ان احنا نحافظ على مستوى المكان ونحافظ عليه برضو. ان حد ممكن يكون ماسك التونج او البنز بتاع اللي هو بيغرف بيه او لوج الغرف، وارد ان يكون مريض واحنا ما نعرفش. فاحنا لو غيرنا لازم نكون لابسين القلبزات، ولازم نغير. لو قدرنا نغير كل 5 دقايق بيكون افضل. ولازم نراعي منطقة البكتيريا. لازم كل الموجود يكون ملتزم بالتعليمات اللي هي العامة اللي هي الخاصة بالحسب، بحيث ان ما يضرش نفسه ولا يضر اللي حواليه. لان الناس بتجيلنا من بره ما احناش عارفين هو وضعه ايه بالظبط. فهو لازما لو جه هو لو انا مطبق التعليمات ومطبق القواعد بتاعتي مظبوط، انا مش هتأذي. وفي نفس الوقت لو انا مريض ولا قدر الله يعني، وده شيء يعني ان شاء الله ما يحصلش، انك انت مطبق التعليمات انت برضو ما تضرش الزبون يعني من الى والعكس. فالحفاظ على البيرسونال هيجين بتاعك، انك انت تكون مريض تتجنب انك انت تشتغل، تاخد اجازة فورا وتبلغ مديرك عادي مفيش اي مشاكل. ولكن يا جماعة احنا المفروض ان احنا بنقدم جودة عالية. وطبعا عايز اقول سنة سعيدة على الجميع ان شاء الله. واحنا طبعا بنقدم حاجات بسيطة جدا جدا من السنين بتاعتنا اللي عدت مع قلق الكورونا والكلام ده كله والفنادق تقريبا. يعني مش هنقول، نقدرش نقول الشباب بتخسر وكده، بس هو احنا نقول كان الله في عون الجميع. علشان خاطر طبعا دي أزمة وأزمة عالمية، مش على مستوى مصر بس. بس ولكن احنا بنقول احنا من ربنا يعدي الأيام دي على خير بإذن الله. احنا عايزين الفنادق كلها تشتغل، وما أظنش إن في رجال أعمال أو عايزين فنادق بتاعتهم تقف، لأن المكان يكون شغال النجاح له هو، لأن بيضر عليه دخل وأرباح، وفي نفس الوقت الاستاف بيستفاد. وطبعا احنا هنا طبعا شوف في الجارد منجي. خدت بالكم يا جماعة؟ لاحظوا يا جماعة دلوقتي العالي والواطي بقى، يا ريت على قد ما نقدر ما نحطش أي حاجة على 4 جي ولا على السندات ولا أي حاجة. الأفضل إنك أنت تحط على التلاجة مباشرة. ولكن احنا اليوم ده في استثناء، عشان خاطر الناس بتعمل خيمة كبيرة عشان يعمل فيه، وترابيزات وسكرتنج والكلام ده كله عشان يرص البوفيه في قلب الخيمة. طبعا الناس منطقة البكرية بتبقى مطحونة جدا جدا، تلاجات بتترحل وفريزرات وأدوات كتير وشويات. طبعا يوم بيبقى يعني الناس كلها بتتعب، والزبون بيشوف هي أحلى حاجة قدامه. طبعا المنطقة دي ما يعرفش مين اللي بيتعب فيها. طبعا ناس كتير بتتعب عشان يقدم شيء ممتاز جدا جدا، ان هو يسعد الزبون. طبعا كورنر العيش زي ما انتم شايفين لازم برضه في الخباز هنا البيكري بيحاول يبدع فيه على قد ما يقدر. وده طبعا نجاح برضه ليه. البستري برضه ممتاز جدا جدا، برضه بينجح برضه. يعني هما بيقدموا لوحة فنية رهيبة، الجرد منجي والبستري مع السخن يا جماعة عشان ما ننساش برضه. فده شيء مهم جدا عشان ما ننساش حد وحد يفكر. وما ننساش اللي هو قسم اللي هو الجندي المجهول، قسم التحضير والتجهيز اللي هو الستيوارد. ده بنسميه الجندي المجهول، اللي هو بيتعب جامد جامد معانا، ولازم طبعا ياخد حقه في الموضوع ده. طبعا احنا ككيتشن وستيوارد وكل الناس، حتى والمخازن كمان برضو اللي هي ما حدش برضو الناس بتشوفها. كل الناس بتتعب وبتشتغل بيعزف على سيمفونية واحدة بحيث ان كله يعني يخرج احسن شغل. والناس كلها في الايام دي بيقعدوا يكاد 20 ساعة، 25 ساعة أو 24 ساعة كمان ممكن يقعدوا عشان يطلع الشغل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وأنا طبعا أنا سعدت بيكم جدا وبلقائكم على قناتي، وفخور جدا جدا إن كنتوا بتشوفوا المحتوى. الإخوة والزملاء والمشاهدين المتابعين على قناتي، أهلا ومرحبا بكم. وأنا سعدت جدا جدا بلقائكم. وطبعا أدي البكر يا جماعة.
طبعا احنا في حاجات كتير يا جماعة، يعني مش يعني على لو مهما هقول مش هقدر ان انا طبعا ان انا ادي للناس حقها على قد ما انا عايز. لان انا طبعا بحضر الايام دي وعارف تعبها قد ايه وبنعمل ايه، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. وطبعا اترككم مع الفيديو ان شاء الله كده تكملوا معانا، وتقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات في البوفيه والمنيو بتاع الكريسماس. وهنزل منيو برضو بتاع راس السنة ان شاء الله. طبعا بنزل كل حاجة قبلها عشان الناس تستفاد، واللي ناقصه معلومة او عايز معلومة كلنا بنكمل بعض في الاول والاخر. وطبعا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. واترككم تكملوا الفيديو للاخر يا جماعة. مع تحياتي وتمنياتي لكم بالنجاح.